في عربية آيس كريم وقفت قدام محل بقالة وتلات رجالة دخلوا المحل، وهناك قابلوا كيفن وماركوس أنتوني الإخوة الاتنين اللي بيمتلكوا المحل. الراجل بتاع الآيس كريم بيطلب فلوس، لكن الإخوة بيرفضوا يدفعوا إلا لما يعرفوا نكهة الآيس كريم. وبعد ما ورالهم الآيس كريم وشنطة مليانة فلوس بيدخلوا الآيس كريم جوه. لكن أول ما الراجل ياخد الفلوس الإخوة بيكشفوا إنهم عملاء في ال FBI وبيطلعوا يجروا ورا الراجل بتاع الآيس كريم. حصلت خناقة والإخوة ضربوا الراجل بتاع الآيس كريم وأغموا عليه، وبعد ما الراجل فاق العملاء باركوا لبعض على أكبر عملية في مسيرتهم. لكن بعد ما كيفن داق الآيس كريم بيكتشف إنه فانيليا مش مخدرات، وبعصبية بيسألوا الراجل بتاع الآيس كريم عن الموضوع لكنه قال إنه مش عارف حاجة عن المخدرات. ولما بيوصل الراجل المخدرات الحقيقي بيلقوا نفسهم في معركة مسلحة وبيهربوا بسرعة، والعملاء بيفضلوا يحسوا بالإحباط قدام رئيس ال FBI. وزي ما هو متوقع الرئيس كان مستاء من تصرفاتهم وسألهم عن ذكائهم وطلب منهم ينظفوا المحل ويبعتوا التقرير الصبح. وبعد ما الرئيس مشي ظهر 2 عملاء تانيين، جوميز وهاربر، وبيسخروا من كيفن وماركس وبيسموهم الخنزير والدب. وفي نفس الليلة ماركس رجع البيت لزوجته الغاضبة جينا، واللي بتسأله هو ليه خد 8 دقايق علشان يوصل البيت بدل ال6 دقايق. جينا بتشتكي انهم مش بيتواصلوا، وفي نص الحوار عن التواصل ماركس بينام. جينا بتصحيه 3 مرات قبل ما يقع في نوم عميق. الصبح اللي بعده رئيس ال FBI عمل اجتماع لكل العملاء عن المهمة الجديدة. الرئيس التنفيذي لخطوط كروز السيد ويلسون بيعتقد ان بناته مستهدفين للاختطاف وطلب مساعدة ال FBI علشان حمايتهم. الرئيس اضاف ان البنات هيجوا المطار الصبح، لكن مفيش عميل راضي يمسك القضية دي. وبره غرفة الاجتماعات كيفن وماركوس كانوا بيتجادلوا عن قبول المهمة، وماركوس كان شايف انها فكرة وحشة. دخلوا الاجتماع وطلبوا من الرئيس انهم يمسكوا القضية، والرئيس وافق بدون جدال. في الصبح كيفن وماركوس كانوا في انتظار البنات في المطار وكانوا بيتكلموا عن المشتبه بيه تيد بيرتون. وفجأة كيفن بيقول انه بيكره الشغل ده علشان بيحسسه انه جليسة اطفال، بينما ماركوس كان متفائل وقال ان كل اللي عليهم يعملوه هو نقل البنات بامان للحدث في هامبتونز ويرجعوا يحوزوا على رضا الرئيس تاني. وقبل ما يشرب كوب القهوة ماركوس بيكشف انه عنده حساسية من الألبان. البنات بيوصلوا بشنط شيك وكلب وبيتجاهلوا العملاء أول ما بيتكلموا معاهم. وفي العربية البنات كانوا بيتكلموا عن الحدث في الويك اند وبيتباهوا ان دورهم جه يكونوا على غلاف مجلة هامبتونز. للأسف الحوار اتقطع بحادثة عربية بسيطة والبنات أصيبوا بإصابات طفيفة في الشفايف والأنف وصرخوا مع بعضهم وبيقولوا لبعضهم ان كل حاجة انتهت. في الفندق البنات اشتكوا انهم مش هيقدروا يروحوا الحدث بسبب جروحهم، وبريتني هددت تتصل برئيس ال FBI او تبعت له خطاب، وكيفن بيحاول يهديهم ونصحهم يحطوا ميك اب على الجرح علشان يغطوه، واللي بيزود غضب البنات. وعلشان يقدروا يحافظوا عليهم كيفن بيقول لهم ما يخرجوش من غرفة الفندق طول الويك اند، وقال لهم لو خرجوا العالم كله هيشوف جروحهم البشعة، وأقنعهم يبقوا بعيد. وبعد ما كيفن قال لماركوس إن البنات مش هيروحوا الحدث علشان الجرح، ماركوس بقى قلقان ومش عاوز يخسر وظيفته في ال FBI. ولما الرئيس بيتصل ماركوس كان عاوز يقول الحقيقة، لكن كيفن وقفه وقال له إنهم عاوزين يشكروا الرئيس على الفرصة دي. ماركوس كان غاضب من كذب كيفن، لكن أخوه كان عنده خطة. كيفن اتصل بشاب لابس معطف مختبر وجاب مجموعة أطباء، وبعد ساعات حولوا ماركوس وكيفن لصورة طبق الأصل من تيفاني وبريتني. ودلوقتي وهم متحولين العملاء اتنكروا في هيئة البنات وراحوا للحدث، لكن الرئيس ما كانش واثق فيهم تماما في المهمة وبعت جوميز وهاربر علشان يراقبوا البنات. وبره الفندق ماركوس متنكر في هيئة تيفاني بيعصب على 2 رجالة بيبصوله، واضطر كيفن وهو متنكر في هيئة بريتني انه يتدخل ويوقفه. جوه الفندق العملاء المتنكرين بيقابلوا هاربر متنكر في هيئة موظف تسجيل الدخول، وبعد ما طلب منهم بطاقاتهم وكارت الائتمان عملوا مشكلة وهددوا يتصلوا بالمشرف. لكن وصول رئيس ال FBI هدى النزاع، أمر هاربر يديلهم المفاتيح فورا علشان هم ضيوف كبار. وهم ماشيين لغرفهم بيقابلوا أصدقاء البنات الحميمات كارين، ليزا وتوري. الأصدقاء كانوا حاسين إن في حاجة مختلفة في البنات خصوصا في الشفايف والطول. كيفن بسرعة بيقول لهم إنهم عملوا عملية في الركب علشان يبقوا أطول، والعملاء حاولوا يمشوا لكن الأصدقاء استغربوا ليه ممكن يفوتوا استقبال مجلة هامبتونز اللي لسه بدأ. وفي الاستقبال
بيكون هناك العديد من الأصدقاء والدراما حوالين الإخوات ويلسون، هيثر وميغان فاندرجيلد. أعداء الإخوة ويلسون اللدودين كانوا حاضرين في الاستقبال، وبعد تبادل نظرات باردة الأخوات فاندرجيلد قربوا من العملاء واشتبكوا معاهم في حرب كلامية. لكن والد التوأم جه علشان يوقف الشجار قبل ما يكبر، وقبل ما يمشي قال انه عاوز يشوف تيفاني وبريتني في الحفلة البيضاء. وبعد ما الفاندرجيلد بيمشوا مع والدهم، الأصدقاء كانوا متحمسين وفرحانين بالطريقة اللي العملاء اتعاملوا بيها مع التوأم. كيفن وهو متنكر في هيئة بريتني بيتعرف على دينيس بورتر وهي من قناة للأخبار، وراح يتصور معاها. كيفن غازل المراسلة ووصل لدرجة انه كان بيعاكسها. في نفس الوقت ماركوس كان بيستمتع بالكلام مع البنات وهو بياكل كيش، وبعد ما أكل كتير قالوله إن الأكل فيه ألبان، وده زود حساسيته من الألبان. طلب يخرج بسرعة علشان يروح، محتاج يدخل الحمام فورا. للأسف البنات رفضوا يسيبوه يروح لوحده، وفي الحمام البنات كانوا بيتجادلوا عن هيث الشخص اللي كارين بتحبه. وبعديها في الفندق لاتريل سبنسر لاعب كرة سلة محترف بيعجب بتيفاني. مساعده توني كان ماشي وراه وهو بيعاكس ماركس ما بيكونش معجب بأي جمل من جمل لاتريل، ورش عليه سبراي ومشي. وارن فاندرجيلد منظم الحدث أعلن عن مزاد مؤسسة فاندرجيلد السنوي الخيري، وطلب من الكل يلبسوا حاجة شيك. ليزا، كارين ولوري أصروا على أنهم يروحوا يشتروا حاجات قبل الحدث. البنات راحوا المحل، وفي الطريق ماركوس وكيفن قالوا كلمة الزنجي وهما بيغنوا، وده صدم البنات التانية. قالوا أنهم يقدروا يقولوا الكلمة لأن مفيش حد حواليهم. البنات التانية انضموا ليهم في غناء الأغنية وهما بيقولوا الكلمة الممنوعة دي كتير. وأثناء محاولة تغيير الملابس في المحل، ماركوس اتلقى مكالمة من جينا. المكالمة تسببت في إن الملابس تتعلق، والموظفة حاولت تساعد. وخلال المكالمة جينا بتسمع الحوار وبتفهمه غلط على انه حوار جنسي وبتتنرفز. ولما ماركوس بيلاحظ بيلقى الخط متقفل. في الوقت ده كيفن كان مع ليزا وكان مبهور بجسمها والملابس اللي اختارتها، لكن ليزا بتبكي وبتقول انها تخينة والملابس دي بتخليها تخينة اكتر. ماركوس كان بيحاول يلاقي مقاس مناسب، لكن كارين كانت عاوزة حاجة اصغر واضيق. ولما قال انه بيلبس مقاس 14، كارين طلبت من الموظفة تجيب مقاس 10. ماركوس في الاخر اختار لبسة، لكن أول ما حاول يقف مستقيم اللبس بيتقطع. ومن غير ما كيفن وماركوس يعرفوا، جوميز وهاربر كانوا شغالين من ورا الستارة علشان يحموا البنات، وكانوا بيراقبوا البنات وهم خارجين من المحل بشنط في ايديهم. وفجأة نشال خطف مسدس كيفن والشارة، وده بيخلي كيفن يضطر ان هو يطارده، والبنات التانية بيدخلوا العربية والعملاء المتخفيين بيتبعوهم. ولما كيفن لحق النشال خد الشنطة منه برقة، والبنات هتفوا بحماس في العربية. في الليلة دي البنات قعدوا على آخر ترابيزة في الحدث بسبب الخلاف السابق مع الفاندرجيلدز. كارين شافت هيث وطلبت تحط بودرة على وشها، لكن ماركوس كان بيطبق البودرة بطريقة واضحة، وده بيخلق علامة مضحكة على وش كارين. كارين قربت من هيث وسألته ليه رقمه اتغير. هيثر فاندرجيلد ظهرت وخدت حبيبها الجديد بعيد، وقالت لكارين عن البودرة على مناخيرها. المزاد بدأ، وهيثر أعلنت إن الرجالة الشبان هيزايدوا على ميعاد مع العازبة في الحدث. بدأت بنفسها، وهيث بدأ بسعر $500 وانتهى بمبلغ قياسي $20,000 من هيث. دينيز انضمت للترابيزة، وكيفن اكتشف انها بتحب الرجال الاغنياء. المزاد استمر، ولدهشة البنات بينادوا على تيفاني بعد كده، وهيثر بتتوقع ان محدش هيزاود عليها باكتر من $5. لاتريل كسب المزاد $50,000 كاش. وبعد الحدث كيفن وماركوس رجعوا اوضهم في الفندق، وماركوس كان عاوز يخلص الموضوع كله بسرعة علشان مراته فاكرة انه بيخونها، لكن كيفن طلب منه يستنى يومين بس وبعدها هيبقوا ابطال. وفجأة حد خبط على الباب، بيكونوا البنات لابسين بيجامات وجايين لحفلة النوم. كيفن وماركوس بسرعة بيلبسوا التنكر وبيفتحوا الباب للبنات، وبعديها البنات بيتكلموا عن العلاقات، وواضح ان كارين فعلا عايزة تبقى مع هيث. وفجأة 2 رجالة مجهولين بيظهروا على الباب طالبين يشوفوا بريتني ويلسون، وكيفن هو متنكر بهيئة بريتني بيرد، والرجالة حاولوا يخطفوهم. كيفن بسرعة بيضرب الرجالة، والبنات بيطلعوا وبيقولوا لهم ان الرجالة دول رقاصين. جوميز وهاربر كمان ظهروا كحراس امن الفندق، لكن مفيش حاجة يعملوها. اليوم اللي بعده كيفن وماركوس راحوا مع البنات للشاطئ. راس صديق هيث المقرب عامل مقلب في ماركوس خلاه تقريبا يخرج عن الشخصية، وردا على كده
كده ماركس رمى كرة قدم على روس ووقعه. كيفن بيقول انه نسي حاجة وعايز يروح يجيبها، بس بدل كده بيسرق هدوم ليترل وبيتصرف على انه هو وبيقف جنب دينيز. دينيز بتبدأ الحوار وده بيخلي كيفن يتباهى، وقال ان هو موجود في المدينة علشان يشوف عقارات، وده خلاها تتشوق. حدد ميعاد معاها الساعة 8. صديقة جينا بتقنعها ان ماركس بيخونها، وشكوكها زادت لما مدير حسابها قال انها اشترت فستان ب$4000 في فندق هامبتونز، وهي ما اشترتش اصلا فستان زي كده، فافتكرت ان ماركس اشترى الفستان لعشيقته. كيفن لبس علشان ميعاده مع بورتر، في حين ماركس اضطر يخرج مع ليترل متنكر في هيئة بريتني. اتفقوا يقابلوا بعض في النادي بعد ميعادهم المنفصل، وبعد ما وصل ليترل وماركس للمطعم كيفن ظهر كالبواب، ودي كانت حيلة علشان يسرق مفاتيح عربية وبيت ليترل. الليلة دي ماركس بيحاول يخلي ليترل يقرف منه، وبدأ يتصرف بطريقة غير مهذبة، يقطع ضوافره بسنانه، وبعدين بيطلب وجبة كبيرة جدا. ميعاد كيفن كان أهدى، لكنه واجه صعوبة في فتح الباب الأمامي، وكان صعب يلاقي زجاجة النبيذ. وبعد ما لقى الزجاجة كلب ليترل بيهجم على كيفن، لكنه بيهرب وبينجح في حبس الكلب في الأوضة. ماركس اعترف انه مش بيستمتع بمشاهدة ليترل رغم انه اعلى مهاجم في الدوري. ماركس شايف انه بيضيع موهبته بسبب الفضائح بتاعته. ليترل بيبدأ يبكي وقال ان محدش اهتم بيه بالطريقة دي قبل كده. كيفن اكتشف ان دينيز كانت صحفية استقصائية كبيرة قبل ما تتفصل وهي بتتكلم. كيفن اتصدم لما اكتشف انها كتبت مقال عن وارن فاندرجيلد وتيد بيرتون المتهم بالاختطاف. دينيز شرحت ان وارن وشركائه حاولوا يخدعوا تيد، لكنه بالفعل كان محوش ملايين في حساب خارجي. دينيز فقدت شغلها علشان وارن فاندرجيلد مش عاوز القصة تبقى عامة، وبعديها بتبوس كيفن. ماركس اتصل واخبر كيفن ان ليترل خلص في المطعم وبيطلب عربيته ترجع. في الوقت ده جوميز وهاربر كانوا بيفتشوا أوضة كيفن وماركس علشان يدوروا على دليل. كانوا حاسين ان في حاجة غلط في البنات، فبيدوروا على أجوبة، وهنا بيلاقوا الأقنعة، لكن مفيش حاجة تانية بتثبت شكوكهم. ودلوقتي كيفن وماركس ولوري وكارين وليزا وليترل بيقعدوا على ترابيزة في ملهى ليلي. ليترل راح يقابل هيث وراس اداله مخدر علشان يحطه في مشروب ماركس، ولما رجع ليترل للترابيزة ماركس لاحظ وجود المخدر في المشروب وقدر يبدلهم لما ليترل ما كانش واخد باله. ليترل بيشرب المشروب كله، والبنات بما فيهم ماركس وكيفن قاموا للرقص. كيفن بيشارك معلومات عن تيد بيرتون مع ماركس وهما بيرقصوا، وده خلى الاتنين يشوفوا ده كدافع للاختطاف. كارين حاولت تغازل هيث، لكن هيثر لاحظت ده، وده ادى في النهاية لمعركة رقص بين فاندرجيلد وليزا وكارين ولوري. البنات خسروا قدام فاندرجيلد سيسترز، لكن انتصارهم كان قصير لما ماركس وكيفن كسبوا بسرعة. الفاندرجيلد سيسترز خرجوا من النادي بغضب، وبعديها بنشوف كارين وهي سكرانة وبتعيط وبتكون حزينة علشان هيث ملاحظش اللبس الجديد بتاعها، وبتبدأ ترجع وماركس وكيفن بيكونوا ماسكين شعرها. كارين قفشت ان عيلة فاندرجيلد مفلسة، واضافت ان والدها استلف فلوس العيلة علشان يحتفظوا ببيتهم. وفي الفندق الأخوات ويلسون الحقيقيين شافوا الصورة في الجريدة. في الأول كانوا مبسوطين إنهم ظهروا في الجرايد، لكن فرحتهم ماتت لما افتكروا إنهم ما كانوش في هامبتونز الصبح ده. جينا وصلت للفندق مع صاحبتها علشان تشوف ماركس، فتشت الأوضة وما لقتش حد، وبعدين صاحبتها شافت كيفن متنكر في هيئة بريتني. ماركس بيحاول يشرح، لكن جينا ما كانتش عايزة تسمع. وفي الوقت ده الأخوات ويلسون الحقيقيين كانوا بيدوروا على شبيهاتهم. جوميز وهاربر وقفوهم وخدوهم لرئيس ال FBI، وبنعرف كمان ان تيد بيرتون هيتاخد للتحقيق اول ما يوصل المطار. جوميز وهاربر بيقلعوا الاخوات هدومهم علشان هم مقتنعين ان الاخوات ويلسون الحقيقيين هم رجاله ومتنكرين كستات، وكالعاده كانوا غلطانين، وواحده من الاخوات بتضرب هاربر. الرئيس لقى الاخوات ويلسون المزيفين كيفن وماركس ولامهم على الفوضى، والرئيس قال ان تيد اتقبض عليه، لكن الاخوات قالوا ان تيد مش هو الشخص الصح. الرئيس ما سمعش وفصلهم. ماركس لام كيفن على كل حاجة غلط حصلت، لامه لفقدانه لزوجته وشغله، وبعديها خرج. وبيبان ان مستر وارن فاندرجيلد هو الخاطف الحقيقي، وريث وهوس بيساعدوه. وارن بيتفاخر ان ال FBI هيختفوا قريب، خصوصا بعد القبض على تيد. قال لهيث وروس يخطفوا البنات الليلة. كيفن وماركس كانوا متأسفين لبعض. كيفن اعتذر علشان كان قاسي على اخوه. جوش اتصل وقال لهم
إن خطابات الفدية فيها بصمات مستر فاندرجيلد، والخبر ده رجع ماركس للعبة، واتصلوا بجوميز وهاربر واللي الاف بي اي كمان فصلهم. كيفن وماركس وصلوا لعرض الازياء متنكرين في هيئة تيفاني وبريتني. اصحابهم كشفوا انهم دخلوا العرض، ومع ذلك اضافتهم للعرض كانت على حساب الفاندرجيلد سيسترز واللي اتشالوا. قبل ما الاخوات المزيفين يغيروا لبسهم، هيث عزم كارين على حفلة هاذر، وكارين بترفض الدعوة وقالت له انها زهقت من انها تكون بس بتاع المكالمة الغرامية. هيث بيقول لها ان انت مش ممكن تكوني كده اصلا، انت اقل من كده بكتير. وهنا ماركس بيضربه في وشه. وقبل العرض بثواني جينا وصاحبتها بيدخلوا في السر علشان يتأكدوا ان ماركس بيخونها. الاخوات ويلسون الحقيقيين وصلوا، والمخرج قال لهم يغيروا لبسهم. وبعد عطل صغير في اللبس اصبح عرض الازياء فوضى عارمة. ورغم محاولة الفاندرجيلد سيسترز الانتقام لانهم اتشالوا من العرض، انتهى بهم الامر بالمهانة على يد كارين ولوري وليزا. والاخوات بريتني وتيفاني الحقيقيين كشفوا هوية كيفن وماركس، لكن ده لخبط الجمهور. مستر وارن فاندرجيلد استخدم الفرصة دي علشان يخطفهم، لكن هيث وروس بيخطفوا ماركس وكيفن وهم متنكرين في هيئة بريتني وتيفاني. لكن مستر وارن من الناحية التانية خطف الاخوات ويلسون الحقيقيين، وحصلت معركة وليتريل اتصاب بالرصاص وهو بيحمي تيفاني المزيفة. ماركس، جوميز وهاربر وصلوا واعتقلوا هيث وروس، وكيفن وماركس انقذوا الاخوات ويلسون الحقيقيين. وارن اعترف في النهاية لمراته وبناته انه مش غني زي ما هم فاكرين. دينيس سجلت اعترافه، ولما اكتشفها حاول يضربها بالنار، لكن كيفن انقذها بسرعة. ماركس كشف وشه الحقيقي لليتريل، وليتريل بيتعصب من خداعه. والرئيس وصل ورجع لهم شغلهم، لكنه بيرمي قبل كده شوية نكت على هاربر. جينا اكتشفت ان زوجها عمره ما خانها، وبورتر اكتشفت ان كيفن مش هو ليتريل. كيفن كان خايف ان بورتر كانت زعلانة من افعاله، لكنها وافقت انها تخرج معاه في ميعاد علشان شايفاه بطل لما قفز امام الرصاصة علشان يحميها. وماركس برضو اتصالح مع مراته. وفي النهاية كيفن وماركس راحوا للوري وكارين وليزا ووافقوا يخرجوا للتسوق لما يتقابلوا المرة الجاية. وفي كده فيلمنا بينتهي. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تضغطوا لايك وتدونا رأيكم في التعليقات. بحبكم قوي. باي باي.